السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقت كتير جدا من عمرنا بنقضي في التعليم، ابتدائي، اعدادي، ثانوي، جامعة. بننجح، بنعدي، بنتخرج وبنفتكر ان احنا كده خلاص بقينا جاهزين لسوق العمل. بس اول ما بنقدم على وظيفة بيسألونا عندكم خبرة، فبنقول لهم لا، احنا لسه خريجين. فيردوا اسفين، احنا محتاجين حد اشتغل قبل كده. وهنا بقى بيبدأ السؤال الحقيقي يفرض نفسه: هو التعليم اللي تعبنا فيه سنين ده ليه علاقة فعلا بالشغل اللي بنشتغله، ولا احنا في وادي وسوق العمل في وادي تاني؟ وهل المنظومة دي فعلا مهيئة تبني مستقبل، ولا مجرد شهادات وشكرا؟ فمعايا النهارده ضيف مهم هيساعدنا نجاوب على الأسئلة دي. فأهلا وسهلا بحضرتك مستر إسلام. أهلا بيك يا ناس. فأول حاجة، هو احنا ليه أصلا بنتعلم؟ إحنا بنتعلم علشان الهدف الأول والأساسي في التعليم، علشان نعمر الأرض. وربنا خلقنا هنا عشان قيمة معينة، إن إحنا نعمر الأرض. وخدي بالك، أكتر الناس أقل عرضة للاكتئاب الناس اللي هم بيهتموا بحد. لو أنت عندك حد بيهتم بزرعة، حد بيهتم بطفل، حد بيهتم بصديقه، حد بيهتم بوالده بوالدته بزوجته، عنده حد يهتم بيه، حد يصرف عليه، حد يشيله، عنده مسؤولية ما، دول أقل الناس عرضة للاكتئاب. فإحنا بنتعلم عشان نتعلم إزاي نكير الناس دي وإزاي ننفع الناس. فبالنسبة لي أنا، لو التعليم مش هينفع الناس ملوش لازمة. لا، هو في تعليم وجداني، مش كل تعليم لازم يأدي شغلة معينة. هو في تعليم وجداني وتعليم مهاري. آه لا، مش لازم. يعني مثلا انت اتعلمت مثلا القرآن، انت حافظ القرآن كله صح كده؟ طيب انت حافظ القرآن كله، ايه الشغل بتاعك؟ ده ده الوجدان. ده انا اتعلمت القرآن، فبقى القرآن في وجداني، بيجي بقى بيترجم على العمل. لما اجي اعمل عمل بتقنه، لما حد يغلط فيا بسامح. ده اسمه التعليم الوجداني. فمش كل تعليم بيجي لشغل. اما التعليم التاني هو التعليم اللي قايم على المهارة، اللي هو المفترض بناخده كمان في المدرسة. بس مش كل تعليم بيأدي الشغل. انت عندك تعليم كويس اسمه التعليم الوجداني. طب ازاي نظام واحد ممكن يجهز ملايين من الناس لوظائف مختلفة؟ بص، هو صح. يعني انا ضد التعليم السيء اللي موجود عندنا، ولكن هو صح. ما يعني بس اسمعي الكلام لحد الاخر. هو التعليم ده بيديكي الكفايه. يعني ايه الكفايه؟ يعني بيديكي الارضيه الصلبه اللي تقفي عليها في اي حته. يعني بتاخدي رياضه فتبقي فاهمه تفاضل وتكامل وجبر وكده. التفاضل والتكامل والجبر ده حد استخدمهم وطور وعاش في الكليه واستخدمهم عشان يبني نموذج ذكاء صناعي، خير وبركه. حد رماهم بعد كده واضطر مثلا يخش مثلا الطب، تمام، خير وبركه. فانا بديكي الفاندمنتال، والفاندمنتال هنا مش عن البيزك، الفاندمنتال هنا الاساسيات اللي المفترض يتبني عليها اي شغل. تمام. بس فانا بديكي المدرسه بتديكي الاساسيات بتاعت كل حاجه، بحيث لما تيجي تخشي اي مجال ما تبدأيش فيه من الصفر. تبقي داخله عارفه تقراي تكتبي، فاهمه تفاضل، فاهمه تكامل، فاهمه احياء، فاهمه بيولوجي، فاهمه حاجات كتير جدا. تمام. حتى لو بتنسيها في الفصل، لما تروحي بعد كده الكليه هتبقي فاكره. يعني المعلومه دي مش اول مره تسمعيها. عشان بس ما نبقاش بنيجي على التعليم اللي في مصر. في حاجات سلبيه جدا، واللي هي نظام المحاضره، ان الناس كلها بيتعلموا باسلوب واحد وهو نظام المحاضره. إن المدرس بيفضل واقف على الحصه بتاعته بيشرح والطلبه بتسمع. لكن في اساليب تانية زي التعليم المقلوب، ان المفترض انا اسجل فيديوهات تسمعوها في البيت وتذاكري في البيت، وتيجي وقت السيشن او وقت الكلاس او وقت الحصه بتاعتك تطبقي اللي انت اتعلمتيه. فده بيراعي الفروق الفرديه بين الطلبه. واحد بيتعلم المعلومه دي في نص ساعه، واحد اتعلمها بعد ما عاد الفيديو 4 مرات، واحد بياخد الفيديو من اوله لاخره وبعد كده بيرجع يطبق، واحد بيطبق من اول ما بيسمع الفيديو على طول. كل الحاجات دي تنفع في التعليم المقلوب. تمام. اديك المحتوى وتيجي تطبقها في الحصه. او ان انا اعمل حاجه اسمها تشافي موجه، اروح اقول للطلبه يا شباب ابحثوا في الموضوع دوت وتعالوا لي. طبعا الحاجات دي ما ينفعش تحصل في الثانويه وفي الكليه والحاجات دي. يعني قصدي في الثانويه ما ينفعش، ولا اعدادي وكده. ينفع بقى في الجامعات، قصدي في المدارس الخاصه. لو حد في مدرسه خاصه عندهم بقى مالتي اكتيفيتي،
حد مثلا بياخد منهج اجنبي، حد بياخد حاجات كده هو زياده على المنهج الطبيعي يعني. بس فلا، التعليم هو زي الفل كل حاجه، بس اساليب التدريس والمدرسين هم اللي عندهم مشكله. لان انا شفت مدرسين بقول لهم فين الكتب بتاعتكم بتاعت كليه التربيه، قالوا لي رميناها. كميه المدرسين اللي بقول لهم فين الكتب قالوا لي رميناها. رميتها ازاي؟ انا لسه محتفظ بالكتب بتاعتي بتاعت البرمجه وبتاع الديزاين وبتاع الداتابيز والحاجات دي كلها، لسه لحد الوقت الحالي محتفظ بيها لحد دلوقتي، وساعات برجع لها كمان، ان هي كان فيها صنعه، والمدرس ده برضه صنايعي. فلما انا اتفاجئ ان في مدرس بيرمي الكتب بتاعته، طب ما هو هيطلع طالب بيرمي الكتب بتاعته برضه. فهمتني؟ الموضوع منتهي. بشوف مدرسين كم رهيب، من انا اهو في تربيه، انا اهو دخلت اعرف الناس دي بتعمل ايه، ودخلت اخدت دبلوم تربوي من جامعه الازهر. الفكره دلوقتي ان بشوف ناس دلوقتي داخله الدبلوم عشان ورقه، بتقول لي انا داخل اخد ورقه. فكده التعليم بقى حجه عليك مش حجه ليك. الورقه اللي معاك دي بقت حجه عليك يوم القيامه، بقت حجه عليك على الارض، ما بقتش حاجه في صالحك. انت لما تغلط هتحاسب. انت مش فاهم تربيه صحيه، انت بتاخد تربيه صحيه عشان تهتم بصحه الطالب، تهتم بالاكل اللي المفترض يخليه يذاكر، الاكل المفترض يخليه في حاله مزاجيه كويسه. بتاخد علم نفس تعليمي عشان تراعي نفسيه الطالب، بتاخد صحه نفسيه، تمام، عشان تعرف تتعامل برضه مع نفسيه الطالب. مفيش حد يعمل ده، كله داخل يشرح الكلمتين، فهمتش خلاص. لا، الموضوع طلع مش كده. انا دخلت جامعه الازهر كنت متخيل ان في مدرسين بيعملوا حاجات غلط، وان المفترض المدرس يبقى بالشكل الفلاني، وطلع فعلا زي ما انا كنت متخيل. المدرس فعلا لازم يبقى بالشكل ده، فاهم تربيه صحيه، فاهم علم نفس تعليمي، فاهم علم نفس النمو، فاهم فلسفه التعليم. كل دي مواد في تربيه محدش يسمع عنها او محدش بيطبقها على الارض. ولما كنا في الامتحانات بلاقي كم كبير جدا من المدرسين بيقول لك داخل اخد ورقه. ده الكلام اللي هنا في التربيه حاجه، واللي على الارض حاجه تانية خالص. والله ايه هو اللي على الارض حاجه تانية خالص ده؟ طب ما تطبق يا ابني الكلام اللي بتاخده على الورق. يعني هل مثلا انا لما اجي اعمل برنامج على الكمبيوتر واتعلمت برمجه بشكل معين، مش هطبق اللي اتعلمته في البرمجه ده وانا ببرمج؟ طب ما مش هطلع برنامج كويس. بس فهنا بقى جه بقى فكره العقل الجمعي، كله بيقول كده، لدرجه ان انا شفت برضو كم كبير جدا من المدرسين بيقول لك انا هطلع يا باشا، انا هعمل محتوى تافه، هعمل محتوى تافه على تيك توك واخلي الطلبه تيجي دايركت كده، بيتكلم كده بشكل مباشر. والله بيتكلم كده بشكل مباشر دايركت. انا بس مش عايز يعني اسجل له او اوريه، بس بشوف ده. بتيجي مثلا تشوفي ناس مثلا بتشرح على اليوتيوب او بتشرح على حاجات كارثه، المدرس ده مية مية وشوفه بتاع، تيجي تشوف المدرس كارثه. هل التعليم بقى مجرد وسيلة للحصول على وظيفة؟ الناس بقت بتتعلم دلوقتي عشان تاخد ورقه تشتغل بيها في مكان. انا كان الدكتور بتاعي دكتور عادل صبور، انت انا لو كنت درست لك حاجه وكانت ايجابيه بالنسبه لك، فانا كنت بمثل الدكتور بتاعي اللي علمني دكتور عادل صبور. ماشي. الدكتور ده هو اول واحد طلع على السوشيال ميديا او على اليوتيوب بيشرح برمجه في الوطن العربي. هو حاليا معاه دكتوراه من واشنطن في امريكا في الذكاء الصناعي. ماشي. بيطور بيها اللغات العربيه والشرقيه في الذكاء الصناعي والتشكيل والحاجات دي في الذكاء الصناعي، والقران في الذكاء الصناعي. تمام. الراجل ده هو ده المدرس بامانه. انا اتعلمت منه يعني ايه تدريس. انا كمان لحد قبل ما اخش جامعه الازهر كنت ممكن اكون مدرس كمبيوتر بس، لان انا كنت في الاي سي. لكن بعد ما دخلت جامعه الازهر وخدت الدبلومه السنه كامله في التدريس، لا، الموضوع اختلف. الموضوع يا اما انت الحاجات اللي في الكتب دي هتطبقها على الارض وتبقى بني ادم، يا اما مش هتطبقها على الارض. لان هو دكتور عادل صبور برضه كان عنده فيديو شهير جدا بيقول ايه: انتوا لابسين بدله وكرافته كده على ايه؟ ها؟
بنعرف نعمل ايه، يلا بره. لان انت ما طلعتش صنايعي، ما عملتش حاجه. يعني يا فرحتي بالبدله وكرافته وشكلكم وانتوا رايحين الشغل وجايين من الشغل، وانتوا رايحين مليانين بالفراغ. فاهماني؟ مليان بالفراغ. لا. فطبعا التعليم اللي بيحصل ده مع معظم المدرسين مش حلو. انا بصراحه مش بقول ان انا مدرس جامد ولا انا حاجه جامده قوي. انت احسن مني بكتير على فكره يا ريماس، حتى في التدريس. انت مبدئيا اول حاجه انت حافظه القران كله، انا مش عاملها. انا بالنسبه لك لما بقف قدامك بحس ان انت استاذه، اللي كنت كان حافظه القران كله. انا بحترمك يعني مش ببص لك انك حد صغير وان انت طالبه وانا بعمل عليكي مستر. يعني ده انا اقف قدامك اخجل. واي مستر واي استاذ واي انستراكتور لما يقف قدامك لازم يخجل من نفسه، لان انت حافظ القران مش حافظ. اقل واجب يعني. تمام. فاحنا بنحترم الناس للعلم بتاعهم. احنا بنحترم الناس ايه؟ للعلم بتاعهم. فلو المدرس اللي هو موجود برضه علم طالب حاجه، تمام، المدرس بقى بيقع في مشكله. لو شكله مش احسن حاجه وبرستيجه مش احسن حاجه بيتقال عليه مدرس مش حلو. هقول لك ازاي. يعني لو مدرس فقير حتى لو بيشرح كويس مش هيبقى حلو. ولو مدرس غني وبيجيله طلبه كتير حتى لو بيشرح وحش هيبقى حلو. طيب هقول لك برضو انا دلوقتي دكتور قلب، ماشي، وانت ربنا كرمك وانجبت طفل. فالطفل ده عنده مشكله في قلبه، وانا جيت كدكتور قلب عالجت قلب الطفل ده. وبعدين انت معكيش فلوس تديني اجره العمليه بتاعتي، فانا هبقى فقير. فمش هاخد فلوس مقابل الشغل لانك مش معاكي فلوس، صح كده؟ فبالتالي اللي هيحصل ايه؟ ان انا هعمل شغل بمقابل لا شيء بس، وهبقى فقير قدام الناس تيجي تقول لي انت عملت ايه فلوس؟ اقول له والله انا ما عملتش حاجه، الناس ما بتدينيش فلوس. بقع في ناس مش بتديني فلوس، ما عملتش حاجه. بس انا عالجته. فهمتني؟ انا عالجته. هتلاقي اللي بيحفظوا القران بيعملوا ايه؟ والله مش معايا فلوس كتير بس انا حفظت ناس قران. خليت الراجل المهندس ده يراعي ربنا في شغله. خليت الترزي يراعي ربنا في شغله. خليت التاجر ما ينصبش على الناس. تمام. علمتك القرآن فالقرآن علمك كل شيء. طب انت خدت فلوس مقابل علم القرآن ده؟ ما خدتش، ففقير. فهتلاقي شيخ غني وشيخ فقير. تمام. هتلاقي في دكتور غني ودكتور فقير. تمام. وهتلاقي بقى مدرس غني ومدرس فقير، مش عشان هو وحش، عشان هو خلاص راجل مش بيهتم بالمادة وشايف ان ربنا بيرزقه من حاجات تانية. دايما المدرس يبص للقيمة اللي بيقدمها. أنا ما بقولش الفلوس مش مهمة. تمام. مهمة، بس ما ينفعش يتنظر ليها ان هي اهم حاجة. لازم تيجي في المرتبة التانية. فطبعا المجتمع بيضغط على المدرسين ان هم يبقوا كويسين ومعاهم فلوس واغنياء، فطبعا بيضطروا الاغلبية العظمى يبقوا ارجوزات، فده بيبوظ التعليم. طب هل التعليم للعلم ولا للعيش؟ وقبل ما اجاوبك على السؤال ده اعرفي ايه الفرق بين التعليم والدراسة. ناس كتير جدا دخلت الطب او درست الطب ولكن لم تتعلم الطب. ناس كتير جدا دخلت ودرست الهندسة ولكن لم تتعلم الهندسة. ناس كتير جدا دخلت حاسبات ومعلومات ودخلت مجال برمجة ودرست البرمجة ولكن لم تتعلم البرمجة. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ لما انا اجي ادرس شيء فانا بطلع عليه نظريا، اجيب الوصفة دي واقول خصائصها، عيوب الوصفة وتفاصيلها والمكونات بتاعتها واجيب طريقة التحضير والمقادير. درست الوصفة دي بتعمل ايه، درستها. هل انا تعلمت الوصفة دي؟ اتعلمتها؟ ما اتعلمتهاش. طالما انا مسكتش المقادير دي وقفت في المطبخ وقعدت اعمل الوصفة في المطبخ، قعدت اعمل السوشي في المطبخ،
واتحرق مني مرة ومرة لحقته ومرة ظبط معايا، وطبقت الحاجات اللي على الورق ده، الحاجات اللي على الورق دي طبقتها على الأرض الواقع، وطلعت منتج حد يستخدمه، يبقى أنا ما اتعلمتش، يبقى أنا درست بس. طالما أنا طلعت منتج من الورقة دي يبقى اتعلمت. ادي الفرق بين الدراسه والتعليم. ادرس ده يعني اشوف خصائص والمقادير وكل حاجه عن الشيء ده، تمام. اما اتعلمه لما امارسه. نعملها في الطب. هتلاقي في الطب في كتاب بيقول لك ازاي تخيط الجرح. الكتاب ده انا ممكن اشوف الجرح بيتخيط ازاي، صح، وعارف ان دي غرزه، وعارف نوع الغرزه ونوع الخيط، وعارف كل حاجه. لكن هل انا اتعلمت اخيط جرح، ولا درست ازاي اخيط الجرح؟ درست خيط الجرح ولا اتعلمت خيط الجرح؟ لما اتعلم خيط الجرح يبقى انا اجيب عنبه او اجيب موزه واقعد اخيط بالراحه من غير ما اعور الموزه دي او من غير ما اعور العنبه دي، لحد لما اتمكن من الموضوع وابدا انتقل بقى على جسم الانسان. طب هل انا بعرف ادي حقنه في الوريد دي اللي هو بتتاخد في الوريد دي، ولا انا درستها؟ ممكن ادرسها نظريا واشوف رسمه ازاي بتتاخد الحقنه في الوريد والكلام ده، لكن في ناس بتقعد تتدرب على الحقنه دي مثلا ايام عشان يحطها في الوريد من غير ما حد يحس وبسرعه ومن غير ما يجرح المريض. طالما انت اتدربت على الشيء ومارسته اتعلمته، طالما انت ما مارستوش يبقى درسته. يعني اتمنى اكون غلفت الموضوع باكتر من شكل واكتر من صيغه عشان توصل. سؤالك بقى كان ايه؟ هل التعليم للعلم ولا للعيش؟ التعليم بالنسبه لي انا لو مش هيطلع حد صنايعي بلاها منه. يعني لو مش هيطلع حد صنايعي بلاها منه. يعني ايه؟ يعني لو مش هيطلع حد عنده الصنعه بتاعه خياطه الجرح ويخيط لي جرح ما يعلمش معايا العمر كله، يطلع لي دكتور اسنان صنايعي ينحت لي اسناني بشكل كويس واطلع من عنده مبسوط، عنده صنعه. لما ما يطلعليش دكتور يعمل لي عمليه في عيني ويغير قرنيه ويحط قرنيه تانية وعنده صنعه في ان هو يغير القرنيه دي، يبقى التعليم ده ملوش عايزه. لو انا في صناعه البرمجيات مثلا، لو انا مش بعرف اعمل برنامج ودخلت درست البرمجه وبتاع وكده من غير ما يبقى عندي الصنعه حتى اسمها صناعه البرمجيات، انت انا من الاول والاخر كده انت صنايعي بس بيلبسوني بدله ويحطني في التكييف، بس انا في الاول والاخر صنايعي، بس احنا بنتكسف من صنايعي. التعليم احنا بنتعلم عشان يبقى فيه مردود بعد كده، لازم نتعلم عشان يبقى فيه مردود، ده موضوع منتهي. لازم نتعلم عشان نصب في الاقتصاد، لازم نتعلم عشان يصب في الصحه، اقتصاد كويس، صحه كويسه، مبني على تعليم محترم. انا دكتور عيون وعلمتك طب العيون، حلو كده، لو انا اخترت ان انا اعمل عندك انت العمليه يبقى انا دكتور محترم ومعلم محترم. طب لو انا علمتك طب العيون ولما رحت اعمل عمليه في عيني رحت بره، يبقى انا ما كانش تدريسي محترم. فالتعليم هدفه في الاول وفي الاخر انه يصب في الصحه وكمان يصب في الاقتصاد. 3 حاجات تهتم بيهم في حياتك: الرياضه والمذاكره والصلاه. الصلاه اتعلمتيها عشان يبقى عندك صله مع ربنا، وده تعليم وجداني بيأثر على حياتك بعدين. بتبقي عارفه ان انت دلوقتي على السجاده بتأدي الصلاه، وتبقي عارفه انك بتمارس الصلاه في الشارع ومع اهلك وفي التعاملات. ماشي؟ هل انت فعلا بتستعيني بالله؟ اياك نعبد واياك نستعين دي هل وقت السجاده ولا في الشارع ومع الناس؟ تمام؟ فانت تأدي الصلاه على السجاده تفكرك، وتمارسي الصلاه في الشارع وفي المعاملات بتاعتك. ادي واحد. الرياضه مهمه جدا بعد كده لان هتخليكي في حاله مزاجيه كويسه، وتفاصيل كتير. واهميه الرياضه مش هنخش فيها.
ماشي. تيجي عند التعليم، اللهم جنبنا علما لا ينتفع به. لو انا هتعلم حاجه للنزاهه الفكريه الفارغه ملهاش عايزه. بس يعني لو انا هاجي مثلا اتعلم دلوقتي الطب، انا ممكن اقرا عن الطب اللي يخصني، اللي يخليني ابقى في حاله دفاعيه او الطب الوقائي، لكن مش هروح ادرس انشاء دواء يعني او اختراع دواء. صح كده؟ يعني انا عايز يعني انا ايه اللي خليني دلوقتي اتعلم دلوقتي اروح اعمل رز من على اليوتيوب مثلا عشان قاعد لوحدي؟ انا قبل كده قلت للدكتور يا دكتور، زمان قوي يعني، قلت له يا دكتور، الست اللي بتعلمنا على اليوتيوب ازاي نعمل الرز واحنا قاعدين في البيت يعني احسن منك. انت ما بتعلمناش حاجه، بتعلمنا حاجات اصلا منتهيه الصلاحيه. يعني انت بتدينا حاجات في البرمجه، اصلا حاجات في البرمجه اصلا ما حدش بيستخدمها. فانا كنت غلطان ساعتها انا بتكلم كده. بس بس دي فلسفه يعني، ما كانش ينفع اعرض الموضوع بالشكل ده عشان بس ما حدش يشوف ان دي حاجه حلوه يعني. بس هو لا، لازم ننتفع بالعلم، لازم انتفع بيه، ولازم يبقى ليه مردود على حياتي. يعني انا اتعلم حاجه اطبقها. انا ما بحبش الروايات، ما فيش احسن من قصص القران الكريم. انا مش متدين للاسف يعني، ولكن اصل هتروح فين تاني؟ ما هو كل القصص في القران الكريم جابت كل حاجه. يعني حتى اللي بيقرا حاجه رومانسيه، طب ما اشوف حياه النبي مع ازواجه. معلش يعني، انا مش عندي حاجه استشهد بيها، بس بقول لك ان ده الصح. ده لو حد بيقرا يعني روايات وبيتعلم منها وحاجات كده يعني، هتعلم من انسان ليه لما الكتاب موجود؟ ده الحاجه الوجدانيه يعني. والحاجه المهريه ما هي موجوده في الكتب، ازاي تعمل برنامج، ازاي تصمم عربيه، ازاي تصمم 3D، ازاي تنشئ بيت على الكود المصري، مبنى او عماره على الكود المصري. كل مباني بيبقى ليها كود لكل دوله. تمام؟ ازاي تبني مبنى على الكود المصري مثلا. لازم أن يتعلم حاجه ليها علاقه بان انا استنفع بيها. خليكي براجماتيه دايما في التعليم خليكي فيه براجماتيه. النزاهه الفكريه الفارغه دي بصراحه ملهاش عازه. عايز تتنزه فكريا روح اقرا قران. هل الفجوة بين التعليم والشغل حاجة طبيعية؟ ده مش طبيعي، بس انا هكلمك عن المجال بتاعي انا. المجال بتاعي انا بيقول ان انا دخلت في اول سنه كليه لقيت طلبه بيشتغلوا. انا كنت هتجنن. يعني ايه انت دخلت اول سنه في الترم الثاني كان معاك شغل، شغال في شركه؟ اللي حصل ان الناس دي اهاليهم زمان كانوا شغالين عليهم من اعدادي وثانوي، فبقى معاهم الصنعه. تمام؟ بقى معاهم ايه؟ الصنعه. فلما دخلوا الكليه بقوا بيراجعوا على الصنعه دي. يعني مش اول مره يسمعوا الكلام ده، ويمكن كمان في حاجات بالنسبه لهم قديمه ما ينفعش اصلا حد يستخدمها، وبداوا الناس دي تحدد ايه الغلط والصح. تمام؟ انا كنت هتجنن ساعتها، لازم نبقى زيهم. فاللي حصل ان انا خدت الكورسات اللي بتتاخد بعد التخرج من اول سنه، فبقيت برضه بحدد الصح والغلط فين في التعليم العادي. فالتعليم العادي تعليم ثابت ما بيتغيرش، والسوق كل شويه بيتغير. تمام؟ فبرضه مش عايزين نظلمه، لانه برضه اداني انا شخصيا العناوين العريضه، العناوين العريضه والهيدلاين، ولكن التفاصيل قديمه. فانا اعمل ايه؟ اروح جايب العناوين العريضه دي وابدا انا اغذيها بالجديد. فهمتني؟ يعني كان في الاتش تي ام ال، افتكر زمان كان في تاج اسمه الفريم سيت، ده منتهي نفسيا او خلص يعني، ما بقاش يعني اكسبايرد. فلما شفته، لما شفت الفريم سيت ده انا كنت فاكرها الحركه دي. قلت له يا دكتور، الفريم سيت ده يا دكتور مش موجود في الحياه، بفتح بلاقي ديف 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 ديف، ايه الفريم سيت ده؟ قال لي ما ده ما انتهى. طب بتعلموني ليه؟ قال لي هو اللي عليك. قلت له خلاص مش هتعلمه، ولو جالي في الامتحان اقول منتهي. بس. فهمتني؟ بس.
هل التعليم محتاج يبقى عملي أكتر ولا فكري؟ عملي. التعليم اللي مش عملي يعني ضايع. هل التعليم هدفه النجاح في الامتحان ولا في الحياة؟ التعليم هدفه بصراحة بالنسبة لي أنا معلش، إن التعليم هدفه النجاح في الحياة. وأنا كنت طالب، بس ما حدش يعمل ده بالنسبة لي، يعني ما حدش يعمل ده شيء سيء بالنسبة لأي حد ما يمشيش معاه. بس أنا بالنسبة لي أنا كنت عايز أدخل كمبيوتر ساينس، فكنت ليلة العربي بذاكر فيزياء، ماليش دعوة، بذاكر كهرباء. فطبعا ده كان كلام مش صح، ولكن لما دخلت المجال بتاعي نجحت فيه، بقيت بعرف أعمل حاجة بصنايعي. فكان هدفي إن أنا أبقى ناجح في الحياة. عايز أقول لك إن في ناس كتير جدا دخلوا وطلعوا أوائل الكليات وتخرجوا من أوائل الكليات ومش لاقيين شغل. وأنا على فكرة من الناس اللي هم تقديراتهم مش كبيرة خالص، ولكن كنت صنايعي وربنا كرمني بإن أنا أعرف الدكتور بتاعي، يعني صديقي الشخصي لحد دلوقتي، صديقي يعني بنتكلم بالساعة لحد دلوقتي، ما حدش يعرف يعملها. بالنسبة لي كان الشغل في مايكروسوفت أسهل من إن أنا أكلم الدكتور ده، أو الدكتور ده يبقى يعني أخويا الكبير. وحصلت ليه؟ عشان كنت صنايعي. أنا كنت بعمل انترفيوهات لناس جايبة امتيازات وأوائل دفعة، ولما ما كانش هو بيبقى فاهم حاجات معينة، أنا كنت بديله كورس يفهم الحاجات دي، وبعد كده أعلمه إزاي تتعمل ويخش. الناس جايبة مقبول وشغالين في جوجل، وناس جايبة امتيازات وأوائل دفعة ما معرفتش تشرف مش لاقيين شغل. فحتى التعليم في الجامعة ملوش علاقة بالتقدير. بص هقول لك على حاجة، أنا سيرتيفايد في التسويق، سيرتيفايد يعني مش ما خدتش كده، يعني سيرتيفايد من متى؟ يعني بشهادة وليها رقم واي دي وكل حاجة، ودخلت امتحان وذاكرته وتخصصت في الحتة دي. يعني معايا الورقة دي أطبعها صباح الفل كده يا جماعة، أنا راجل تسويق إلكتروني حلو كده، سيرتيفايد مايكروسوفت قواعد بيانات، سيرتيفايد يعني حد سيرتيفايد، يعني خلاص مش هواية. أنا وصلت إن أنا بمتحن امتحان دولي وبعديه ماشي. طيب أنا سيرتيفايد مثلا من الجامعة الأمريكية في تدريس، أنا حاليا سيرتيفايد من الجامعة الأمريكية تيتشنج اي تي، ازاي اعلم البرمجه في الاحسن مكان بيعلم البرمجه هنا يا جماعه والتكنولوجيا والكلام ده، قال لك الجامعه الامريكيه. انا هخش الجامعه الامريكيه اللي هي احسن مكان بيعلم، اسيرتيفايد منها ازاي اعلم. حلو كده. طيب هل انا كده متشتت؟ لا مش متشتت. طب هل الكلام ده ليه ضريبه؟ اه ليه ضريبه طبعا. مش حلو، مش حلو لانه مش حلو لناس كتير، يعني مش حلو، انا بتكلم عن المنحنى الطبيعي بتاع الناس. مش حلو لانه انت شغال ايه وايه وايه، تمام. بس هو حلو ليه انا بس؟ امتى؟ لما انا اعمل شغلي لوحدي. عايز تسويق الكتروني موجود، عايز قواعد بيانات موجود، تدريس موجود، برمجه موجود عايز فرونت اند موجود. وانا هعمل شغلي لنفسي، تمام. واليوم لما هاجي اشتغل في التسويق هبص على اللي بيدرس وهنتقده، لان انا عارف في التدريس، وهبقى عايز اتدخل في شغله. يوم لما اجي اشتغل في قواعد البيانات هبص على اللي بيبرمج، يوم لما ابرمج هبص على بتاع قواعد البيانات وهطلع فيه اخطاء، تمام. فبتبقى حاجه بتكتفك بعد كده انك لازم أن تشوف اخطاء الغير وتسكت عنها عشان ما تبقاش رخم. وفي نفس الوقت هي بتأهلك لو انت عايز تفتح بقى شركه بقى، يعني تعلم ده وتعلم ده وتعلم ده وتعلم ده وتعلم ده، وفي الاخر تبقى انت البروجكت مانجر بتاع الموضوع كله. يعني واحد يعمل قواعد البيانات، واحد يعمل الديزاين، واحد يعمل البرمجه، وانت تلم كل ده عندك. ولو اي حد وقع في غلطه هنا ولا هنا ولا هنا، انت بتخش تحل الاخطاء اللي في كل تيم من الفرقه دي كلها. فتنفع للمدى البعيد، يعني تنفع لحد يعني بعيد شويه، يعني مثلا بعد 30 مثلا تبقى تبدا تلم ثمار الموضوع، لكن مش هتلم ثمار الموضوع بكره الصبح. اللي بيلم الثمار بكره الصبح واحد شغال كول سنتر اجنبي، خد كورس ايلتس، دخل كول سنتر امريكي اجنبي، بكره الصبح معاه فلوس.
طيب ليه الشركات بتدور على مهارات احنا اصلا مش بندرسها في المدرسة او في الجامعة؟ البيروقراطيه. البيروقراطيه بتقول كده. يعني مثلا هقول لك انا حاجه. انا في حد سالني، كان عايز، كان في فتره كده ما كنتش شغال فيها يعني، فقلت هشتغل اي حاجه يعني. فدخلت اشتغل كده ايه، واحد زي هيلب ديسك، بيسموه الهيلب ديسك. يعني بسطب ويندوز، آه، بساعد حد في الوورد وفي الباوربوينت والاكسل، بكتب تقارير بتاع مدخل البيانات كده يعني. حد عنده حاجه مش شغال اشتغل معاه كده يعني. فقال لي انت معاك اي سي دي ال؟ قلت له لا، انا بدرس الناس ازاي يبقى معاه اي سي دي ال، وعندي طلبه انا بدرس لهم ومعاهم اي سي دي ال. فانا المفترض خلاص بدرسه يعني معايا يعني. لا احنا عايزينك انت تبقى معاك الاي سي دي ال. يعني انا ما ايه اللي انت بتقوله ده؟ يا عم انا ما ينفعش احط الاي سي دي ال عندي في السي في، عيب، ما يصحش. انا لو حطيت الاي سي دي ال في السي في، يعني في المجال بتاعنا هبقى بقل من نفسي يعني، عيب، ما ينفعش احط. لا مش عيب ولا حاجه، الاي سي دي ال حاجه حلوه. قلت له لا مش حاجه حلوه، مش حاجه حلوه. فطبعا من اللقطه الاولى عرفت ان مش ده المكان بتاعي. خلاص يعني انا لو قعدت واشتغلت هتعب وهكون بضيع وقت كمان. بس فهم بيبقوا طالبين مهارات ما بنتعلمهاش في المدرسه، بس بناخدها في كورسات بعدين يعني بعد المدرسه. فده عادي يعني، مش حاجه صعبه ولا حاجه يعني. انا شايف ان هو يعني في مهارات تخصصيه بعد المدرسه عادي، مش بحاول اشوف لها حاجه وحشه، بس ما اقدرش يعني انتقد ده يعني. هل الجامعات بتعرف ايه اللي بيحصل في سوق العمل فعلا؟ لا الجامعه الاهليه ما تعرفش الكلام ده، جامعه النهضه ما تعرفش الكلام ده، ساعات جامعه القاهره ما تعرفش الكلام ده، ناس كتير جدا ما تعرفش الكلام ده. وتلاقي الطلبه بيبقوا احسن من الدكاتره، يعني كتير جدا الطلبه بيبقوا احسن من الدكاتره، ما عدا جامعه الازهر بصراحه الدكاتره هناك اعلى من الطلبه. في اي جامعه القاهره الطلبه ساعات بيبقوا اعلى من الدكاتره بكتير قوي يعني. هو راجل دكتور بقى معيد في ماده معينه وما يعرفش غير الماده دي، وعمال يذاكر فيها، حضر ماجستير، حضر دكتوراه، ممكن يكون كمان حد عملها له. انا عملت لناس دكتوراه يعني، بكتب لهم الشهادات بتاعتهم، بساعدهم في الابحاث بتاعتهم. انا في ابحاث انا المفروض اخش اناقشها. يعني انا المفروض اخش ابو دكتور دلوقتي. زمايلي عملوا ابحاث دكتوراه يعني للدكاتره يعني. ده في ناس شغلها الشاغل دلوقتي تعمل ابحاث دكتوراه ويكتبوا بحث الدكتوراه ده، وهم اللي يبحثوا ويطلعوا ويكتبوا الابستراكت بتاع الرساله كل حاجه، والدكتور يروح يناقش، يذاكر ويناقش. تمام، واللي بيعمل البحث ده بياخد فلوس، بيزنس. موجود. هل الشهادات دلوقتي بقت ورق ولا لازالت بتمثل حاجة؟ آه لا بتمثل الصفر، يعني بتمثل انك ولا حاجه لو انت ما اشتغلتش على نفسك من سنه اولى. من سنه اولى خدت الكورسات اللي بتتاخد سنه رابعه، وتختار المدرس الصنايعي يعلمك الصنعه. تمام، وتختار السي في بتاع المدرس الكويس، معاه شهاده من هنا ومن هنا ومن هنا ومتعلمها فعلا، انت بتصنع منه من وراه حاجه. يعني انت دلوقتي ما كنتش بتعرف تعمل حاجه، بكره بقيت بتعرف تعمل حاجه. تمام، وبقيت بتعرف تعمل صنعه. اتعلم مع الراجل ده، عملتها من سنه اولى لرابعه، تطلع بعد اول يوم في سنه رابعه معلم صنايعي. طب انت مركز على الامتياز، خلاص يا عم، يا اما كمل في الماجستير والدكتوراه، ويطلع الكلمتين اللي عرفتهم انقلهم للي بعديك، حتى لو مش تبقى صنايعي، بس على الاقل بتنقل الحاجه لحد هو يبقى صنايعي بقى. ماشي، او اتعلم بعد الكليه حاجه تخليك صنايعي. بس انا بصراحه بحب الصنايعي بصراحه، يعني انا بصراحه بحب الصنايعي. انا عندي على فكره منشار وشنيور وحاجات كده في البيت، يعني كان نفسي اطلع نجار بصراحه يعني. كان نفسي اطلع نجار بامانه يعني. بس انا عشان ما مسكتش المنشار والشاكوش ما طلتهمش، واللي طلته بس اللي هو اللابتوب،
حبيت البرمجه يعني انا لو كنت مسكت شاكوش والمنشار مستحيل كنت اخش برمجه، وكنت هستموت على نجاره، كنت اخش اي حاجه فيها نجاره، الموضوع منتهي، ابقى نجار، ابقى فرحان جدا بشغلي، ابقى سعيد جدا بيه، ابقى فنان فيه جدا. بس الفكره بقى كلها انك انت هتبقى صنايعي بس. يعني ايه ده؟ صنايعي بس ليه؟ لان مبقاش حد بيخش، بقى اللي بيخش صناعه ده او زراعه ده بقى هم الناس اللي ما جابوش تقدير، فخلاص بقوا هم الناس اللي ما عندهمش تعليم وجداني، ما تعرفيش تتعاملي معاه. يعني حتى دلوقتي مثلا اللي بيجوز بنته لحد يقول لك انا اجوز بنتي للدكتور مرتبه 3000 جنيه، ولا اجوزها لتاجر كبير ومعاه ملايين وغبي في التعامل. فاهماني؟ واحد بجلابيه معاه ملايين واطيان مش هيتجوز. واشوف ناس كتير جدا كده، واجوز بنت الدكتور ومعاه 3000 جنيه ليه؟ هنا بدور على الاتيتيود، التوافق الفكري، انا هعرف اتعامل مع ده ولا لا. فهمتني؟ فعشان كده الصنعه بقت مربوطه بان الراجل ده غبي ما بيفهمش. هل التعليم بقى بيدرس حاجات سوق العمل تجاوزها من زمان؟ ما انا بقول لك كان في حاجات في البرمجه متجاوزه. يعني انت عندك مثلا الفي بي الفيجوال بيزك، ما خلاص انتهت يا جماعه. ما شيل الفيجوال بيزك من المدارس واعدادي وثانوي، حط بايثون. الله مالكم يا جماعه في ايه؟ بس يعني انت ما فيش حد بيطلع يشتغل بالفيجوال بيزك، وان كان في برامج موجوده لحد دلوقتي بالفيجوال بيزك، بس خلاص الحاجات اللي بقت من زمان. ماشي. حتى بيتعملها دلوقتي ريبيلد، نبدا نعيد برمجه ثانيه من اول جديد بشكل جديد. تمام. فدي اول حاجه موجوده في اعدادي وثانوي، الفيجوال بيزك، ادي الف ب، حاجه ما لهاش استخدام دلوقتي، ما حدش بيستخدمها. في الكليه في حاجات مش موجوده، زي تاجات مش موجوده، لغات سي بلس بلس. انا مش عارف الناس بتدرسها ليه. لا لا، هي لها لازمه بصراحه عشان ما ابقاش ظالم بس قوي يعني كده، لها لازمه يعني. بس يعني ايه، لما تدرس حد لغه يبقى التدريس بتاعك لحد اخره يعني. لغه سي بلس بلس يبقى انت راجل هتطلع بتاع سيميوليتور بيشتغل في السيميوليشن على مثلا انريل انجن، وتعمل حاجات ليها علاقه بالسيميوليشن والمحاكاه بتاع سواقه العربيات، المحاكاه بتاعه سواقه الطيارات وكده على انريل انجن. او انك هتعمل مثلا تكنولوجيا جديده، هتعمل قواعد بيانات مثلا جديده، او تعمل لغه جديده، خلاص امشي التراك بتاعها. هل الشغل الحر أو الفريلانسنج كسر فكرة إنه لازم تتعلم عشان تشتغل؟ لا طبعا. بص انا بقول لك التعليم الجامعي ده مهم جدا لانه بيديكي البيز اللي من خلاله تعرفي تشتغلي. يعني لو حد شغال فريلانس في مهنه معينه مش هيعرف ينتقل بسرعه على المهنه التانيه. انا اشتغلت قواعد بيانات وداتابيز وفرونت اند وباك اند درسنا الحاجات دي كلها باربع سنين كامله. تمام. فبالنسبه لي لو هشتغل دلوقتي باك اند تمام، فرونت اند تمام. لكن لو حد اصلا مش جاي على المجال خالص، لما يجي يشتغل فرونت اند، يجي يشتغل مثلا يبني موبايل ابلكيشن، مش هيعرف يعمل اي حاجه غير انه يعمل موبايل ابلكيشن بس، يعمل تطبيق على الموبايل بس. يفهم في قواعد البيانات؟ لا، لازم أن يروح بقى ياخد كورس قواعد البيانات، مش هيعرف يشيفت بسرعه. فالتعليم الجامعي لو انت طلعتي مثلا مهندس طالع من كليه هندسه، والولد ده كان طحن الدنيا من اولها لاخرها، هيشتغل مره في الميكانيكا، هيشتغل مره في الفاير فايتنج بتاع المباني، مره هيشتغل في المحاره، ويعرف يشفت من مكان لمكان ومن دور لدور ومن وظيفه لوظيفه عشان يبني مثلا عماره. غير الواحد اللي داخل الموضوع بيتعلم من المعلم بتاعه. فهمتني؟ مش هيعرف يشفت. انا راجل بتاع محاره، انا راجل بتاع سباكه، انا راجل بتاع كهرباء، فعشان يشفت مثلا لحاجه تانية صعبه. فهمتني؟ ادي الفرق بين واحد يتعلم وظيفه وحد يتعلم المجال كله. انا حصلت قدام عينيا قرايبي في هندسه ما بيعرفوش يعني يصنفروا الموتور من جوه او يظبطوه من جوه، بس هما بيعرفوا يرسموا
توزيع الأحمال. الصنايعي بقى يقطع ويخرط ويلحم وبتاع، هو ما يعرفش يلحم، بس هو أنا عايز المنظر ده، هات لي الشكل ده، هات لي المنظر دوّة عشان أحط عليه الحمل الفلاني، الحمه لي بقى بالكبريت، الحمه لي بالولاعة، ماليش دعوة، المهم يتلحم. يعني أنا عايز الشكل ده، أنا عايزه، صممه لي. هو فاهم توزيع أحمال كويس مثلا، لكن هو كصنايعي يقطع ويلحم مش دوره. وده مش ما يعيبوش، بس بعض المهندسين بيحبوا يبقوا صنايعية، يقول لك أنا عايز أبقى صنايعي، وده برضه ما يعيبوش. هل الشغل بيقيس الشخص من قدرته ولا من خلفيته؟ بص أنا القياس، فكرة القياس دي حاجة، فكرة جوه التعليم. يعني في حاجة اسمها القياس، بعدين التقييم، بعدين التقويم. ماشي، بقيس خلفية الشخص ده إيه، أبدأ أديله معلومة وأنا على الخلفية بتاعته، أقيمه، وبعدين أديله امتحان، وبعدين أقومه لو في حاجة غلط فيها ولا حاجة. أما وقت الشغل بيقيس الإنتاجية. أنا في الشغل أنا منتج ولا مش منتج؟ بس الشغل دايما بيقيس الإنتاجية. مش عارف، لو واحد مثلا بيرسم، هيقيس الحرفية بتاعت الرسمة بتاعت الراجل ده. لو واحد بيكشف نظارة مثلا أو بيكشف نظر، تمام، بيقيس جودة الناس اللي هي بترتاح على الكشف بتاعه، كام واحد دخل وكام واحد ارتاح، عملت نظارة كويسة يعني. تمام. المدرس بيتقاس من طريقة شرحه وطريقة تقديمه للمعلومة وطريقة مراعاته للفروق الفردية، طريقة التمهيد، هيئ الطالب كده يعني. فأنا كل شغلانة بيبقى ليها مهارات وبتتقاس بالكيف مش بالكم. يعني وقت الشغل هيقول لك الكيف، طلعت ولا ما طلعتش، اشتغلت ولا ما اشتغلتش، تعلم ولا ما تعلمش، خفيت ولا ما خفتش، لسه عيان ولا خلاص ربنا كرمني وشفاني. ده الشغل. هل التعليم مفروض يخلق إنسان قادر على الحياة ولا بس عامل فيها؟ لازم التعليم يخلق انسان قادر على الحياه، واحنا كل التعليم بتاعنا المفترض بيعمل ده. ما اصل انت خدي بالك برضو، اللي بيتعلم ده، في حد بيتعلم وما بيستفدش بالمعلومه. يعني في واحد بيخش حصه الدين وبيطلع ولا كأنه دخل، في واحد بيخش حصه الفيزياء يطلع ولا كأنه شافها، في طالب بيخش حصه الفيزياء يطلع بيتكلم فيزياء، بيتاثر بالمعلومه اللي بتجيله. تمام. في طالب بيخش مثلا حصه اللغه العربيه، الكلام اللي اتعلمه في الشعر بيبدا يستخدمه في حياته اليوميه. فهمتني؟ يعني في واحد دخل حصه الدين، حصه الدين، دخلت حصه الدين وطلعت، تمام، الكلام اللي اتعلمته في الحصه دي بطبقه في حياتي وبيطلع في كلامي. في واحد بيخش يطلع ولا الهوا. فطبعا التعليم بيخلي انسان قادر على الحياه. انا بقول لك التعليم ده بيصب في مصلحتين، صحه واقتصاد. لو مفيش تعليم كويس، لا في صحه عدله ولا حتى اقتصاد. اي دوله في الدنيا في تاريخ كل الدول عايز تهتم باي حاجه تنميها، حط التعليم. هل لازم نسأل نفسنا إحنا بنتعلم ليه؟ علشان نعرف نشتغل ولا عشان نعرف نعيش؟ في نظريه في الاداره بتقول ايه، اكس وواي. اكس وواي ده دي نظريه مشهوره يعني، او نظريه اكس وواي دي لو بحثت كده كتبت كده نظريه اكس وواي في الاداره. ما عندنا بني ادمين بتشتغل، حط الكرسي ده هنا، ارجع حطه هناك، يقعد طول الشهر يحطه من هنا لهنا، من هنا لهنا، ماليش دعوه، باخد فلوس على اخر الشهر مقابل ان انا بنفس التعليمات. ناس بتحبها ما بتحبهاش، بحب الشغل ما بحبوش، مش تفرق، انا اللي بيتقال لي عليه بعمله. وفي واحد تاني بيشتغل لهدف، طبعا ده بقى بيعمل مشاكل في الشغل بقى. انا هعمل ديكوريشن هنقله هناك ليه؟
طب لما انا جبته من هناك جبته هنا، ليه هرجعه هناك تاني؟ يا عم مالكش دعوه يا عم، اعمل زي ما بنقول لك. وده طبعا دي شخصيه تانيه، فهمتني؟ لا انا معترض على الكلام ده، انا مش هنقل الكرسي ده، انا عايز اعرف المغزى من اللي العلوم ده ايه. دي نظريه مشهوره يعني، اسمها اكس وواي، نظريه الاداره. لو حد عمل عليها بحث، نظريه اداره اكس وواي دي، او اكس. في واحد بيشتغل بنفس التعليمات، مش مهم يعرف ايه اللي وراها، مش مهم يعرف الباقي. في واحد بيشتغل لهدف بس. فلا، فالناس دي بقى اللي بيشتغل عشان يعيش، بيشتغل عشان الحياه براحته يعني. في واحد، انا الاول زمان زمان كان الناس فاكرني مجنون. ليه؟ ازاي تسيب كورس اي سي دي ال ب 20000 جنيه، كل طالب هيدفع 1000 جنيه، وتمسك في كورس 30 طالب ب 5000 جنيه؟ بس ال 30 طالب ده هم 5000 جنيه دول، ده برمجه وداتابيز وباك اند وشغل برمجي تقيل حلو قوي. لكن الاي سي دي ال مش هي دي المعاني اللي انا اتعلمت كل دوه عشان اقولها. يعني انا ما اتعلمتش كل ده عشان اجي في الاخر اقعد مع ناس اعلمهم الوورد والباوربوينت والاكسل والويندوز والانترنت، ماشي. فالناس الاغلبيه قالوا لي انت مجنون، لدرجه ان انا فعلا شكيت في نفسي. بس لما دخلت جامعه الازهر ودخلت اداره، لقيت ان في نظريه اسمها واي واكس وحد بيشتغل عشان الهدف، وحد بيشتغل للماده، وحد بيشتغل تحت تعليمات، وحد بيشتغل لرؤيه، وهكذا وهكذا وهكذا. فلا، الواحد بيتعلم عشان يعرف يعيش، دي شخصيات. في واحد بيتعلم عشان الحياه، بيقدم معنى في الحياه. انا لو بتعلم عشان اعيش خلاص. طب لو انا اوريدي عايش، ربنا خلاص مدينا فلوس والحمد لله، معانا سكن ومعانا مأوى واكل وشرب، ومعانا من الماده ما تكفي. إيه المشكله لما نشتغل بقى في الشغف بتاعنا؟ يلا نبني، يلا نعلم بقى الناس حاجه كويسه، عشان بس ما نجيش على الناس اللي هم بيشتغلوا عشان الفلوس. لان خدي بالك برضو، الناس اللي بيشتغلوا عشان الفلوس دي مهمين. انا شفت ولد بيشتغل طباخ، وشغال دليفري، وشغال اللي بيتقال له عليه بيعمله، مقابل ايه؟ مقابل انه يجيب فلوس. الواد عمل ايه بقى؟ اتعلم كويس، وبعدين اتعلم برمجه حلوه قوي، وبعدين قدم على شركات بره، وربنا كرمه وسافر، وبقى مهندس كبير بره مصر في البرمجه. تمام. فاللي بيشتغل برضه عشان الفلوس، هو عايز يحقق هدف ما ابعد من الفلوس. في ناس بقى تاني بقى ما عندهاش طموح، انا بشتغل عشان الفلوس، عشان لما اطلع على المعاش اخد لي مرتب بتاع المعاش ده. دي في برضه الشخصيات دي كتير، وكل واحد على فكره مهم بصراحه يعني. انا بصراحه بشتغل عشان لما اجي قدام ربنا كده يوم القيامه اقول له بص يا ربي، لو انا دكتور، انا عالجت الناس، انا عالجتهم، او بما اتقدرت على تحصيل من علم، عالجت الناس. انا والله علمت الناس، انا والله انتجت زراعه ومحاصيل حلوه اورجانيك للناس، انا والله العظيم داويت الناس. انا يا ربي حفظت ناس القران، خليت التاجر بدل ما هو يبقى تاجر فاسد او محامي ظالم، لما حفظته القران ودخل حقوق بقى محامي محترم لحد ما، بقى محاسب مش مرتشي. فاهماني؟ بس خدي بالك، المهاره لوحديها لا تكفي. يعني المهاره لوحديها، يعني انا ايه يعني؟ انت دلوقتي لو انت اي انجينير مثلا، وعندك بس المهاره، طب ما هتستخدمي ده في الغلط. انت حد بروجرامر جامد قوي يعني، ما عندكيش التعليم الوجداني اللي يقومك، هتبقي مبرمج بيخترق الناس وبينصب عليهم كل حاجه يعني. لو دكتور ممتاز دي هتفهمك، لو دكتور عنده من المهاره ما يكفي ان هو يبقى جراح عالمي، وما عندوش دين، وما عندوش اخلاق،
هيعمل ايه؟ طبيعه الاعضاء على طول هياخد اعضاء الناس. هو اللي بياخد اعضاء الناس ده ما عندوش علم، ما عنده من العلم الكتير. يعني عشان اسرق من حد كيريا واركبها في حد تاني، انا عندي علم كتير بس ما عنديش الجانب الوجداني اللي يخليني ابقى محترم. لان التربيه في الاول والاساس، التربيه او الاديوكيشن في اول الاساس هو عمليه بيحول منها الانسان البيولوجي اللي بيتحرك وفق الغرائز بتاعته وبيتحرك وفق انفعالاته وشهواته الى انسان بيتحرك وفق عقيده وقانون وعرف وعادات كده. يعني لان انت بتربي في مجتمع ده يبقى ليه ثقافه. آخر سؤال نختم بيه، إيه الفرق بين الثقة بالنفس والغرور والتكبر؟ اول حاجه الثقه بالنفس هي ادعاء القدره مع وجودها. انا دلوقتي بعرف اطبخ حلو، بعمل رز مفلفل، بعرف اعلم الناس، بخيط جرح بيبانش، بعمل كشف نظاره مش هتحتاج كشف تاني 3 سنين قدام، وفعلا بيعمل كده. فلما بيتكلم عن نفسه بالقدره وهي عنده فعلا، ده اسمه ثقه بالنفس. ماشي. الغرور هو ادعاء القدره مع عدم وجودها. يعني اللي هو دخل الجيم يومين، انا اقدر اشيل العربيه دي، يجي يشيل العربيه ظهره اتكسر. دخل له كورس قال لك انا هبقى مبرمج، دخل الشركه اتبهدل. فهمتني؟ فهو اتغر باليومين اللي اتعلم فيهم برمجه مثلا. تمام. اتغر باليومين اللي دخل فيهم الجيم وكسر ظهره واتصاب. تمام. اتغر في نفسه. عارف اللي بيقول لك اوعى تكبر جسمك، هو كده بالظبط. هو فعلا على الفاضي. هو اتغر، هو فاكر ان جسمه ده جامد قوي فهيشيل، بس طلع كله دهون. ده وصف دقيق. في الغرور هنا ادعاء القدره مع عدم وجودها، غير الثقه بالنفس. ادعاء القدره ما هي مع وجودها. تمام. نضيف عليها بقى احتقار الذات، وربنا بقى ما يوقعك فيها. ايه بقى احتقار الذات؟ انك تبقى عندك القدره وتفتكري انك ما عندكيش، انك تبقي تعرفي تزرعي وتقولي احنا هنعمل ايه، انك تبقي تعرفي تطلعي وتشرحي وفاكره انك مش عارفه، ان في طفل ممكن يكون شايف نفسه ضعيف وما يقدرش يدافع عن نفسه، وهو لو فرد ايده على اللي قدامه ده هيعمل حاله من حالات الرضع. تمام. هو خايف يمد ايده على الولد اللي قدامه لانه شايف انه ما يقدرش، ولكن هو لو قدر هيحمي نفسه. تمام. في واحد يقول لك يا عم احنا هنبرمج ايه ولا ايه، ده هم فين واحنا فين؟ احتقار ذات بين. فهنصنع فين ولا فين؟ ده هم لا، احتقار ذات بين. انت عندك القدره وتعتقد بعدم وجودها. احتقار ذات على طول. موضوع منتهي. اما التكبر زي كده ما ايه، انكار الحقيقه، نوع من انواع انكار الحقيقه. فالفكره الكبر ده، ما هم الكفار كانوا عارفين ان سيدنا محمد هو الصادق الامين، هم بيقولوا الصادق الامين ولكن بيكبروا. فالكبر هنا انكار الحقيقه. انت لان نوع من انواع التكبر، يعني انا شايف ان احسن منك فما ينفعش اقول انك حلو. في طالب مثلا قال لي حاجه حلوه وعدل عليا، وانا شايف ان انت يا طالب تعدل عليا انا، وانكر حقه الادبي واسقف له عشان انا متكبر. انكرت الحقيقه لاني شايف نفسي في مكانه اعلى من اللي قدامي. ده التكبر. في مدرس رياضه على اليوتيوب بيقول لك انا جامد. طب هو فعلا جامد، هو كويس ممتاز. ما يتكلم عن نفسه يسوق نفسه يقول انا فعلا كويس. يعني هو لو ما قالش انا كويس، مين هيقول عليه هو كويس؟ هتيجي تقول عليه هو كويس ولا مين هو اللي يتكلم عن نفسه؟ هو احسن واحد عارف نفسه. ولما بيجي يتكلم في الرياضه ممتاز. خلاص يا جماعه هو صح، هو كويس، حقه يقول هو كويس. فاهم؟ انا بشوف ان اللي بيحب نفسه ده حاجه حلوه. لو رحت عند اي دكتور نفساني هيقول لك حب نفسك. يعني انا كويس، انا لدرجه ان انا شكيت في نفسي يا جماعه. تمام، انا كويس. قال لي انت ممتاز، احنا عايزين ناس تبقى زيك. بس اللي بيحصل
انك لما بتبقي مثلا في حاله علميه عاليه شويتين وبتتكلمي لغه فكريه ابعد من اللي قدامك، بيحصل عند اللي قدامك حاجتين: اما ان هو بيحس ان انت قاصده تقللي منه، تمام، تكبري عليه، او ان هو بيحس جنبك بالدونيه لوحده، حتى لو انت مش قاصده ده وهو عارف انك انت مش قاصده ده. شعور البشر اللي بيحسوا بالدونيه يقول لك يا عم انا لما بقعد جنبه بحس ان انا مش فاهم حاجه يا عم فهكرهه. يا عم طيب حاول تبقى زيه، حاول تتعلم منه، طالما انت شايفه احسن منك اتعلم منه، يعني اوصل زيه، قول له ازاي علمني. حلو كده. فدايما اللي فوق مش غلطان، تمام. ما تقوليش بقى ايه يتعامل مع عقليات الناس ومش عقليات الناس هو لسه ما يعرفش حاجه، الراجل يتكلم بكل بساطه عايز يعلم الناس حاجه معينه، الناس افتكرت ان هو ايه بيتمنظر عليهم، فحسوا بالدنيا جنبه، شتموه بهدلوه. انت هتعمل نفسك جامد علينا؟ طب لو انت جامد بقى احنا بقى هنبهدلك كده بقى، فاهم انت ازاي؟ فبرضه ايه، خلي برضه الناس اللي هي في مستوى عالي شويه تبدا تجس في بقى ناس اذكياء بقى بيجسوا النبض. الناس دي اخرهم فين، متعلمين ايه خلفياتهم عشان اعرف اتكلم معاهم، خلفياتهم ايه، ها، عشان لما اجي اتكلم معاهم اعرف الاودينس انا بتكلم معاه ايه. هل اتكلم معاه بمصطلحات علميه دقيقه، اتكلم معاه واقول له اوبجكت اورينتد بروجرامنج واتكلم معاه بقى في حاجات صناعيه، ولا اتكلم معاه في حاجات سطحيه؟ بس انا طبعا عرفت الفرق بينهم لما اتهمت بده، انت متكبر، انت مغرور، انت مش عارف ايه. يا عم مغرور ايه، انا عايز اعلمك، بس انا اتضح لي ان انا كان اسلوبي غلط، انا اللي كان اسلوبي غلط. فلما قعدت مع حد بيفهم يعني، اللي التكبر كذا والثقه نفس كذا، وانت الغلطه عندك انك مش عارف الاودينس اللي بتكلمهم مستواهم الفكري قليل، انت ما عندكش اي مشكله فبدات افهم، بدات ابدا اعدل سلوكي، من ان انا حتى لما بقيت اخش اي محاضره ما بخشش من منطلق انا هعلمكم بقى الحاجات دي البروفيشنال الجامده اللي مفيش منها اتنين، تمام. لا، ابدا اشوف الناس دي فين وابدا من عندهم واقفين فين وابدا اخدهم واحده واحده. زي كده القران كده ايه، لما جه حرم الخمره ما راحش قطعها مره واحده، خدهم واحده واحده بالراحه. بعد كل اللي قلناه ده يمكن مفيش إجابة واحدة نهائية، لكن اللي متأكدين منه إن السعي الحقيقي هو إننا نتعلم عشان نعمل ونعمل عشان نعمر. ومهم نفتكر دايما إن رزقنا مش مربوط بشهادة ولا مربوط بواسطة ولا حتى بخبرة. رزقك مكتوب عند ربنا، لكن السعي عليه واجب والإخلاص فيه عبادة. ربنا قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الآية دي مذكورة في سورة التوبة رقم 105. يعني اشتغل وابذل جهدك حتى لو محدش شاف ده، لأن ربنا شايف كل حاجة بتعملها مهما كانت صغيرة. شغلك مش محتاج تسقيف الناس، يكفي إن ربنا مطلع عليه وهيكافئك عليه في الوقت الصح. تعبك مش هيروح وربنا أعدل من إنه ينسى حد مجتهد.